حضرتك عشان تشوف الفيديو الصغير اللي قدامك ده، فانت ما تعرفش كمية الجهد والوقت في التحضير قبله بساعات، ولا تعرف كمان وقت التصوير الفعلي اللي بيتم اختصاره ورمي كل الباقي في الزبالة عشان تاخد الفايدة وما تملش. ناهيك بقى عن ساعات المونتاج بعد التصوير ووضع المؤثرات وتظبيط الألوان والإخراج في أفضل صورة ممكنة. بعد كل ده وحضرتك قاعد على سريرك أو مكتبك بتفتح الفيديو، ولو عجبك بتديني لايك وتروح تكمل اللي وراك. مجرد بوست بيعدي عليك مع اني مخلص يومي كله عليه، ما خلاص بقى نجم هتذلنا ولا ايه؟ لا، انا بس بفكرك ببوست هتشوفه قبله او بعده وهتمر عليه مرور الكرام. اهالي المعتقلين، كلمه وهاشتاج وتضامن باللايك والشير وشكرا، وهات البوست اللي بعده من غير ما نسال عن المعنى الاليم للكلمه اللي كل حرف فيها وجع. اكتر من 50,000 معتقل مصري باكتر من 50,000 اسره مصريه بتشوف العذاب بكل صوره بشكل انت مش ممكن تتخيله. انا مش بتكلم عن الام الفقد والبعد والمعاناه النفسيه، لا، انا بتكلم عن معاناه اكبر تتلخص في كلمه زياره. الكلمه اللي المفروض بتخفف عن المعتقلين وذويهم، للاسف في بلدنا بتعني الجحيم بنفسه. من اول تحضير الزياره والاستدانه من خلق الله لحد ما تشيلها على قلبك وتسافر بيها السجن اللي تعمد العسكر ان هم يبعدوه قد ما يقدروا عشان يأدبوا المصريين اللي ما عرفوش يربوا عيالهم وطلعوهم اطباء ومهندسين ودكاتره جامعات وطلبه كليات قمه، لحد الوصول للسجن قبل الزياره بساعات وتترمي في اي حته في عز البرد في عز الشمس انت ورزقك، وتكتب اسمك وتستنى دورك عشان الحاجات اللي انت دفعت فيها دم قلبك تتفتش بشكل يخليها حتى لا تصلح انها تكون اكل للفراخ او البط. ثم الطريقه المهينه لتفتيشك انت شخصيا من اكتر البني ادمين استفزازا على وجه البسيطه، وكانه بيقول لك لو مش عاجبك روح او تعالى نقعدك جنب اللي جاي تزوره. وتقدر حضرتك تظبط وقت الحلقه دي تقريبا على وقت الزياره. بعد كل الهم ده بتشوف اللي انت رايح تزوره قد الوقت اللي بتشوفني فيه دلوقتي بس، وتبدا بعدها تعد الكام ساعه اللي هتخرج فيهم من السجن وتشوف لك مواصله ترجعك بيتك وانت بتفكر في هم وحمل وقرف الزياره الجايه. الصوره دي اثارت عواطف مصريين كتير لمده يومين وانتهى. الصورة دي في منها للأسف آلاف الصور اللي الكاميرات مش هتقدر توصل لها. أهالي المعتقلين كان في لجنة من المتطوعين في القاهرة لجمع الداتا بتاعتهم، وبتاخد مني ومنك وبتحاول تسد ولو عجز بسيط في الفجوة الكبيرة اللي حصلت لهم. جم العسكر تابعوهم وضربوا عليهم نار في شقة أكتوبر وصوروهم وجنبهم سلاح بشكل غبي وكأنهم إرهابيين. المشكلة إنهم دمروا تقريبا معظم الداتا اللي كانت مع الناس دي، ومن ساعتها والفجوة زادت وزادت معاها معاناة الأسر دي بشكل كبير. المطلوب مني ومنك بقى مش اننا نجود عليهم، لا، ده فرض عليا وعليك اننا ندور على الناس دي ونلزمها ونحاول نسد حاجتها لحد ما الازمه اللي هم فيها دي تمر. اللامركزيه في البحث عنهم هي الطريقه الوحيده للوصول ليهم، ودي مسؤوليتك. مش هكلمك عن الايات والاحاديث الوارده في فضل الانفاق، لان ده من وجهه نظري واجب اللي ياثر فيه يسال عنه. هتقولي طب هم فين وشوف لي اسره اكفلها او خد انت وصل لهم. هقول لك انا ما باخدش فلوس من حد، واللي عايز يوصل هيوصل. انا عاوزك تعرف كمان انك لما توصل هتحتاج مجهود في معظم الحالات اللي هترفض تقبل منك او من غيرك اي مساعده. ده في عز الهم اللي هم فيه، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. مش عايز اطول عليك عشان للاسف الزيارة انتهت.